لان انا فعلا شفت يوم صعب قوي. مهما اقول لكم ما حدش يحس باليوم اللي انا شفته. الحمد لله انها عدت، بس انا فعلا خارجه من الموضوع ده مش مؤهله لاي حاجه خالص، مش مؤهله. شفنا مع بعض وسمعنا في اللايف بتاع صدفة، وهنتكلم عن غلق مطعم صدفة جاد نهائي، وهنتكلم عن انفصال صدفة من كريم العرباوي، وهقول لكم وهثبت لكم اللي انا قلته لكم في الفيديوهين اللي فاتوا وانتوا قلتوا لي لا وانت محلله وانت والناس قعدت تغلط فيا في الكومنتات وتقولي انت ما انتش عارفه وانت بتقولي مش عارفه ايه. انا دلوقتي جاي اثبت لكم من عندها هي ومن الصوت بتاعها هي كل كلمه انا قلتها كانت صح. وممكن يا ريت اللي مسحت الكومنتات بتاعتهم يكونوا متابعيني. وهتكلم كمان عن سب وقصف وكل حاجة موجودة على السوشيال ميديا دلوقتي. بقت ما بقتش السوشيال ميديا ده للترفيه او للخدمات او الكلام ده، لا بقت للقذارة يعني الحاجات القذرة بالعلني، يعني بمعنى اصح. وهتكلم عن كذا حاجة. يلا بينا نبدأ ونشوف. ولو اول مرة تشوفين ما تنسيش تشتركي في القناة وفعلي الجرس، ضغطي لايك عشان يوصلك كل جديد اول باول. ولو ما عجبكش الفيديو حطي ديسلايك وقولي رايك تحت في الكومنتات باحترام، على راسي كلكم جميعا. يلا بينا نبدأ. صدفة طلعت علينا في اللايف ده وقالت ان هي هيتم غلق المطعم. هي فعلا ما عادتش قادرة نفسيا ولا جسديا ولا اي حاجة، وان هي كفاية عليها ان هي تفتح القاعة بتاعة الافراح عشان مش عايزة ضغط عليها يعني. وقالت ان الفترة اللي هي عدت فيها بتاعة سقوط البيبي دي فترة صعبة عليها، وهي شافت يوم في السقوط يعني يوم صعب جدا، ربنا ما يحكمه على حد يا رب في حياة اي حد يعني. فانا عايزة اقول لكم، فقالت في اللايف كمان ان فعلا في مشاكل بينها وبين كريم، وكل ده هنتكلم عنه بالتفاصيل، وايه اللي حصل ومن امتى المشاكل دي والسبب والدنيا كلها هنتكلم فيها في اللايف ده. وهل فعلا هيتم غلق المطعم ولا لا. الفيديوهات اللي فاتت انا قلت لكم في مشاكل بين صدفة وبين كريم العرباوي، بس هي مش ظاهرة وما بتقولش ومخبية، وادام هي مخبية احنا ما بنتكلمش، احنا بنتكلم على اللي بيطلع علني بس. فجت هنا في اللايف ده قامت قايله ان هي فعلا في مشاكل بينها وبين كريم من 1.5 وهم في مشاكل، والحياه مش الطف حاجه. وقالت ان سبب السقوط ده الدكتور قال لها ان ده نفسي اكتر وضغط عصبي عليكي اكتر من اي حاجه. قالت المرض طبعا اللي هي عندها، بس انا مش دكتوره ما اقدرش افسر ايه هو وايه اللي بيحصل منه والكلام ده. فمهم فقالت ان هي بقالها 1.5 وفي مشاكل، وان هي مش عايزة تتكلم وما بتتكلمش وما بتعلنش حاجة على العام، بس قالت ان هي مضغوطة جدا الفترة دي، وان هي قررت ان هي تريح دماغها من كل حاجة وتبعد عن اي حاجة هي بتضايقها في حياتها. معنى كلامها ان هي قررت ان هي تبعد وتريح دماغها من اي مشاكل بتحصل بينها وبين كريم العرباوي. الناس اللي بتقول ان صدفة سقطت وبتعمل فيديو، واحدة يعني شفتها عاملة فيديو وبتقول لها ده عشان انت شتمتيني وانت غلطتي فيا ومش عارفة ايه. اللهم لا شماتة يا جماعة، عشان ما ينفعش ان احنا نيجي في وقت زي ده ونشمت في حاجة زي كده، ما ينفعش خالص يعني في اي حال من الاحوال ما ينفعش ان انت تشمتي حاجة زي كده مهما كان بينك وبين ايه الشخص اللي هو فيه مشاكل بينكم. فالمهم طلعت كمان قالت ان الدكتور قال لها ان السقط ده ضغط عصبي وكده، واعترفت من خلال اللايف ان هي بقالها 1.5 في مشاكل وحياتها مش مستقرة وبتحاول تعدي الدنيا، بس خلاص قررت ان هي تريح دماغها من كل حاجة. وقالت ان هي تغلق المطعم عشان تريح نفسها وكفاية عليها المعرض قاعة الافراح. اللي عايزه اقوله لكم لو خدتوا بالكم كام يوم الاخر ان صدفه كانت بتنزل اصلا المطعم، ولو احنا عارفين ان الفترات اللي فاتت ما كانتش بتنزل ليه، كانت مرتاحه لان كريم كان ماسك المكان، فلما بيبقى موجود في المكان صدفه ما بتنزلش اصلا وبتريح دماغها وما بتنزلش. اما الفتره دي بما انه في مشاكل ما بينهم وهو مش موجود في الساحه فاختفى في الموضوع ده. فانا عايزه اقول ممكن يا صدفه سقطك ده حاجة حلوة ليكي. مش كل حاجة بتحصل في حياتنا بتبقى وحشة يا جماعة، مش كل حاجة بتبقى ربنا بيعاقبنا بيها، ممكن ربنا بيرحمنا منها.
ممكن الحاجة دي لو كانت جت كانت هتبقى حمل عليكي زيادة. الحاجة دي لو كانت جت، لو كان جالك طفلين ما شاء الله ويحصل مشاكل او يحصل انفصال او يحصل اي حاجة، تبقى انت شايلة 4 اطفال. ممكن ماديا انت مرتاحة دلوقتي وانت بتشوفي ان انت، بس برضو عبء الاطفال ان انت تشيلي الموضوع ده لوحدك صعب. محدش عارف ايه الدنيا كانت هتمشي ازاي وانت هتقدري تعيشي بيهم ازاي. برضو يعني ايه، رأفة بيكي ممكن ربنا رحيم عليكي في حاجة زي كده. المهم فقالت ان هي ممكن تقفل المطعم، والله اعلم الدنيا هتمشي ازاي الايام الجايه، وان هي مريحه دلوقتي عشان نفسيا وجسديا وعصبيا طبعا باللي هي مرت فيه واللي هي بتمر فيه من قبل اصلا السقط وكده، ده كله هي اللي عايشه فيه. هتكلم كمان في موضوع اسمه ايه ده، وانا مش ملمه بالموضوع قوي بس عايزه اتكلم في نقطتين كده. اللي هو اتضرب السكينه ودخل المستشفى ودخل الرعايه، والتاني طالع عامل لايف وطالع لي بالدم والكلام ده. بقت حاجه مستفزه جدا، بقت اقذر الاشياء بتطلع على العام. بقى ده بيتكلم على مرات ده وبيشتم وبيغلط فيها وبيسب عرضها، وده بيتكلم على مرات ده وده عايز ياخد حق ده. ما بقتش دنيا، ما بقتش حياة، ما بقتش سوشيال ميديا، بقت حاجة مقرفة جدا جدا جدا. فيعني حرام، ارحمونا من اللي احنا بنشوفه يا جماعة. ما ينفعش المنظر ده. يعني ربنا يشفيه. انا ما ولا مع ده ولا مع ده، ولا متابعة اصلا ده ولا ده، لان بصراحة الناس اللي متابعاهم يعني ربنا يعينهم على اللي هم بيشوفوه وبيسمعوه. يعني انا شفت جزء بس او حتة من لايف كده، اقسم بالله فيها الفاظ اقذر من القذارة. لما عيل ولا عيلة ولا بنتي وبنتك وغيرها يسمعوا حاجة زي كده، ده ايه ده؟ ايه اللي احنا بنسمعه ده؟ احنا ده تلوث سمعي وتلوث بصري وتلوث بيئة وحاجات كتيرة قوي يا جماعة. فيا رب ترحمونا من اللي احنا بنشوفه ده، وارحموا نفسكم، وبلاش نجيب في اعراض الستات، وبلاش تجيب في اعراض دي. اخرتها ايه؟ اخرتها قرف، واخرتها مستشفيات، واخرتها موت، واخرتها حبس، اخرتها بلاوي. ارحموا نفسكم وارحمونا معاكم، وخلوا بالكم ان احنا في بيوتنا اطفال. ربنا يهديكم ويبعدكم عننا. في نقطة تانية كنت عايزة اتكلم فيها، حصلت اليومين اللي فاتوا. اللي هي مامة ضني طلعت وعملت كلمتين كده على المنتدى ان هي خدت قناة تانية، وفي نفس الوقت اللايف بالاخير عملوا ايه ضني. فطلعت زي ما يكون بتقوله طب انا هشتري قناة تانية وهعمل فيها برضو محتوية وهنزل فيها وهظهر فيها، ويبقى وريني هتعمل ايه. بس طلعت علينا في لايف امبارح قالت ان هو او فيديو ان هو ابنها وضناها، وان هي مهما حصل ان هو ابنها وما عندهاش اغلى منه، وربنا يعينه في اللي هو فيه. هو بجد فعلا ربنا يعينه، واتمنى ان انت ما تعنديش معاه، لان هو مهما كان ابنك انت اللي تحاوطي عليه. حتى لو هو بعيد عنك شوية، تحاولي تجيبيه وبهدوء وبالراحة، وتحاولي تواصلي ان انت تبقي مهدية الدنيا بينهم، ولا ان هو يخسرك ولا يخسر ياسمين. وربنا يهدي الحال يا جماعة. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، فيديو قصير كده، حبيت بس ان انا اقول لكم اخر الاخبار والكلام ده كله. يا رب ما كنتش تقيل عليكم. ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد.